طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني فقلت لها يا إسماعيل صبري، فقالت لي يا إسماعيل صبرا. حد فاهم حاجة؟ لو ما فهمتش حاجة من كلامي اللي فات ما تشغلش بالك، أنا هشرحها في النص، بس ركز معايا دلوقتي. هتكلم عن حاجة اسمها منطق القياس. ايه منطق القياس ده؟ دي طريقة ادخلها ارسطو عشان يقول لي ازاي احكم على حجة اذا كانت سليمة او لا، ازاي ابني حجة منطقية. فقال كده: اي حجة منطقية بتتكون من 3 حاجات: مقدمة كبرى، مقدمة صغرى، ونتيجة. وفي مثال مشهور على القصة دي قاله أرسطو مثلا، إن كل إنسان فان. دي مقدمة كبرى. المقدمة الكبرى في إجماع عليها بديهية لكل الناس، فكل إنسان فاني، الكل هيموت، فده حقيقي. المقدمة الصغرى: أرسطو إنسان، ورغم إن مش الكل يعرف أرسطو رغم إنه مشهور، لكن لازال أرسطو ده بني آدم، فالمقدمة الصغرى سليمة. بتكون النتيجة طالما إن كل إنسان فاني وأرسطو إنسان، إذن أرسطو فاني. فلو أنا عايز أعيد التفكير في حجة منطقية، عايز أنقضها، عايز أفكر فيها إذا كانت صح أو غلط، محتاج أسأل 3 أسئلة بشكك في الحجة دي. رقم 1: هل المصطلحات اللي متقالة في المقدمات بتاعتها مفهومة وواضحة، ولا فيها مصطلح غامض مش مفهوم؟ الحاجة التانية: هل المقدمات دي صحيحة؟ هل الكلام اللي متقال في المقدمة الكبرى والصغرى كلام صحيح، ولا ممكن يبقى المقدمة دي نفسها فيها حاجة غلط؟ ثالث حاجة: هل الحجة منطقية؟ هل الاستدلال صح؟ هل المقدمتين دول بالضرورة يؤدوا إلى النتيجة اللي أنا متوقعها؟ فالغموض مثلا، المثال اللي ضربته في الأول، غموض في الألفاظ. فلما قلت طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني، ده مش تكرار، ده كلام مختلف. كلمتني معناها ان متني اللي هو ذراعي ضعف، كل من كتر الخبط، فطرقت الباب لغاية ما كتفي تعب من الخبط، فلما كتفي تعب كلمتني، ردت عليها. فقلت لها يا اسمة، ده اسمها اسمة، عيلة صبري، يعني صبري نفد، عيلة يعني تعب صبري، خلاص صبري نفد. فقالت لي يا إسماعيل صبرا. هي أكيد ما اسمهاش إسماعيل، أكيد مفيش حد بيحب واحدة اسمها إسماعيل صبري، ممكن إسماعيل بس من غير صبري، لكن إسماعيل صبري حاجة صعبة. فعشان كده ده غموض في المصطلحات، فمرات بيتم استخدام مصطلح غامض مش واضح. أضرب أمثلة على كده: لما يقول مثلا إن التطور بنشوفه كل يوم في حياتنا، فنظرية التطور لازم تبقى صحيحة، ده غموض في المصطلحات، لأن التطور هنا بمعنيين مختلفين عن بعض. في حاجة اسمها التطور في الحياة اليومي، وفي كمان حتى في العلم في حاجة اسمها التطور الماكرو والتطور المايكرو، التطور الكبير أو التطور الدقيق. فمش بالضرورة ان في تطور في الحياة نتيجة للتغيير والاختلاف يأكد ان نظرية التطور سليمة. انا هنا مش بقول هي صح ولا غلط، ما اقدرش استدل على صحة نظرية التطور من ان التطور حاجة معتادة وحاجة موجودة في العالم بتاعنا. نفس القصة، واحد يقول طالما انت دكتور فالدكاترة يعرفوا انواع الادوية المختلفة، من فضلك يوصف لي الدواء. ما انا محتاج اقول الدكتور ده دكتور في ايه، لان انا ممكن استخدم كلمة دكتور بمعنيين مختلفين. ممكن الدكتور اللي هو الطبيب، ممكن الدكتور اللي هو الحاصل على PhD. فممكن الغموض ده يكون بيستخدم عشان ان ابطل الحجة، فلازم تكون المصطلحات دقيقة وواضحة، ولازم تكون الحجة الاولى، المقدمة الاولى والمقدمة الثانية يكونوا صحيحين، والاستدلال صحيح. الاستدلال ده اللي هو كل المغالطات اللي قلناها واللي هنقولها. فالمغالطات هي اني استدل من مقدمة كبرى وصغرى على نتيجة غلط، فبالتالي تبقى النظرية غلط. الرب يسوع استخدم الحجة المنطقية مع الصدوقيين لما كانوا بيكلموه عن قيامة الأموات. قال لهم مكتوب كده ان الله إله أحياء وليس إله أموات، دي مقدمة كبرى. ومكتوب إن الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي مقدمة صغرى. النتيجة إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحياء وليسوا أموات، وبالتالي إن في حاجة اسمها قيامة أموات، وده نموذج للحجة المنطقية السليمة بحسب القياس الأرسطي.